I'd say don't try to understand it, just feel it. الفكرة هي اللي تبهرك. اكتر من كده ايه، هي دي اغنيه باين ايهاب توفيق. اكتر من كده ايه، ان فيلم تينت سمى اسم البطل بتاعه البطل ذا بروتاجونست، اللي هو شخصيه مسن رقم 1، امراه جميله رقم 2، وما اعرفش ايه وبتاع. هو صباح الفل، وده لو مقصود انا ما عنديش مشكله معاه، بس هو ما كانش مقصود في كل افلامه. والدليل على اللي انا بقوله ده ان لما نولان حب يحكي حاجه ما فيهاش الفكره دي، بس برضه تمسك بشويه حاجات لها علاقه بالتايم لاينز، وان لازم يبقى في تايم لاين بتحكي وما اعرفش ايه وبتاع، عملها في دانكيرك. حسيت ان الخلطه في حاجه غلط. انا دانكيرك بالنسبه لي من الافلام اللي حسيت ان في حاجه ناقصه. دانكيرك كان فاهم ان هو كان حصار ناس ما اعرفش على شط في فرنسا وبتاع، وعنصر الوقت ده مهم، بس هو ما باعهاش حلو، ما عملهاش حلو، لمجرد ان هو وافي تماما للمدرسه بتاعته ان انا لازم العب بالزمن. هو الزمن مجننه، هو نولان تقريبا الزمن مجننه يعني. وحتى وقالها على لسان مايكل كين في انترستيلر. شخصيه مايكل كين مش فاكر اسمه، دكتور ايه كده، انا فيزيائي، انا مش خايف من الموت، انا خايف من الزمن. I'm not afraid of death. I'm an old physicist. I'm afraid of time. زي ما قلنا كده، نولان دايما بيدور على الفكره، بيدور على الابهار. فبس دي كده كانت دردشه سريعه كده، نولان بيفكر ازاي في افلامه، او انا حاسس ان هو ازاي، او واقع في غرامه ايه في افلامه، او بيحب يعرض ايه، او بيحب يستعرض ايه في افلامه. بس كده، باي باي. ليه نولان كان احسن مخرج؟ على احسن فيلم عندي في التاريخ تقريبا كان انترستيلر او دارك نايت، مش فاكر. لان انا كان دايما الابهار ده كان بيجي يسفلتني كده، ومهما كنت حاولت بعين فحيصه اشوف الفيلم تاني وتالت ورابع، الابهار ده او الفكره دي عشان هي قويه جدا متينه جدا، فصعب كنت تعرف ان هي معبيه هوا شويه، مش كل حاجه فيها محبوكه، مش كل حاجه فيها كويسه. فبدات مع الوقت اتفرج على افلام نولان بعين، مش هقول لك شخص انضج ولا اكبر، طب يا عم ماشي، يا عم الانبهار ده على عيني وراسي، بس ممكن اشوف بس كده القصه دي مشيت ازاي، ممكن اشوف كده الحدوته دي مشيت ازاي. يعني انا عندي مشاكل قصه مع انترستيلر. ليه انا هاثاواي بعد ما حلوا مشكله الارض راحت الفضاء لحبيبها، لمجرد ان انت عايز تقول ان ثيم الفيلم ده هو الحب؟ انسبشن. وده الكلام اللي قاله مهدي، وقد ايه انبسطت ان اخيرا حد اتكلم عن انسبشن في الحته دي، ان الشخصيات بتاعت انسبشن ولا ليه هوا بجد، ولا ليها اي لازمه، كلهم بس ادوات تزق الحدوته لقدام، تزق الفكره لقدام، سوري مش الحدوته، كمان تزق الفكره. ان انسبشن لو شلنا منه فكره الاكسبلوريشن بتاعتنا احنا كمشاهدين للحلم، مش هيفضل حاجه، يفضل بس علاقته بمراته شويه، علاقته ببنته شويه، بقيه الشخصيات المسانده كلهم هوا لدرجه كلمه هوا. يعني دايما الابهار ده لو في لحظه ما خبطكش بالفول سبيد بتاعته هتبدا تشوف عيوب. لو ما حسيتش ان انت عملت واو، الدوكينج سين بتاع لما كان في انترستيلر المركبه الفضائيه بتحاول تحاكي سرعه معرفش ايه عشان يحصل الالتحام ده، لو المشهد ده ما سفلتكش ابهار وجنان هتبدا تقول ايه ده. فاهمين قصدي؟ الفكره هي اللي تبهرك. اكتر من كده ايه، نرجع لنولان. فمن بعض الحاجات اللي عملها زي مثلا فكره انه كل تصويره وكل كلام اي ماكس، فناس اوكي يا عم جوده، ما بعدها جوده يعني. اخر فيلم اوبنهايمر ده اللي بدات الاصوات تعلى شويه، فكره ان انت بتاع جيمكس، انت عايز تجيب قنبله ذريه حقيقيه، انت عايز تفجر طياره في تنت، مش عارف ايه وبتاع. ونوعا ما الناس دي عندها وجهه نظر، لان ده فعلا لما بتتفرج على اللي حاصل يا عم انت ممكن فعلا بالسي جي اي كنت تعمل ده. لان انا مش بلاقي صراحه حاجه مبهره جدا تخليني اشتري فكره انت كان لازم فعلا تفجر طياره حقيقيه، او كان لازم فعلا تفجر او انك تعمل قنبله ذريه حقيقيه وما اعرفش ايه غير سي جي اي. ليه نولان كان احسن مخرج؟ دايما انت بتستكشف حاجات مع نولان شخصياته مش هي الشيء الاهم، مش زي تارانتينو شخصياته هو اكتر حاجه بيتعب عليها الشخصيات، وبتتكلم ازاي، وبتشرب سجاير نوعها ايه، وبتحب يعني. تارانتينو مسحور بالشخصيات اكتر. نولان لا، نولان مسحور بالابهار، بالفكره. نولان كمان يعني هو لويال لدرجه ان بدات الناس تقول عليه ان هو شوي شويتين، ان هو بيستعرض حاجات اللي هي حاجه اسمها الجيمكس. يعني ايه جيمك؟ الجيمك الحاجه اللي انت بتعملها بس لفت الانتباه والشقاوه. مثلا فيلم بيحكي قصه عاديه جدا، بس انت قررت ان انت عايز تصوره لقطه واحده، ليه؟ بس كده، ده اسمه جيمك. لكن لما فيلم ان انت عسكري في الحرب العالميه الاولى عايز يوصل رساله مهمه جدا لكتيبه على بعد ما اعرفش كام كيلو،
ان اوعى تضربوا سلاح لان العدو عامل لكم فخ. لما تعملها لقطه واحده اوكي احنا هنا بنحارب الزمن، فلما تعملها لقطه واحده هي كده بتفيد فيلمك. وانا هنا قصدي على فيلم 1917 بتاع سام مندازي، المخرج سام مندازي. نرجع لنولان، فمن بعض الحاجات اللي عملها زي مثلا فكره بحاجات فيجوالز غريبه سواء احنا في الفضاء ولا في حلم ولا في حرب ولا انا بحس ان نولان بيجي له فكره معينه بيرسمها على خط عريض جدا، وبيحاول على قد ما يقدر يفصص الفكره دي لاخر يعني عارف انت لما تبقى عمال بتختزل حاجه تقعد تشيل حاجات زي تكون بتقشر كده. هو عايز فكره مختزله تماما، مش مبتذله، عشان بس مختزله يعني تبقى ابستراكت كده، تبقى هي بس حاجه كده ارميها في وشك كده تعرف انا بتكلم عليها على طول. لما بيحط الفكره بالشكل العريض ده هو عنده اهم حاجه الفكره، بيظبطها تماما، بيسيرش، بيروح يدرس فيزياء وبيروح ما اعرفش يعمل ايه وبيعمل حاجات عجيبه. على فكره هو نولان لويال جدا اللي هو بيعمله ده عاجبك ومش عاجبك دي حاجه، وهو لويال جدا اللي هو بيعمله حاجه ثانيه. هو راجل متفاني في العمل بشكل مش طبيعي. المهم حوالين الخط العريض جدا ده بتاع الفكره عندنا بقى شويه حاجات كده نولان بيستخدمها، اللي هم مين بقى؟ اللي هم القصه والممثلين القصه والممثلين والاحداث بقى والحاجات اللي هم ايه، يعني خد بالك اللي هم العنصر الاساسي لاي فيلم المفروض. يعني تخيل انا اقعد احكي لك حدوته واقول لك فوقك من الشخصيات، اللي نعم فوقك من القصه ايه عايز ايه حضرتك؟ لا ركز دايما مع نولان مع حته الفكره اللي هو عايز يقدمها لك، العالم الجديد اللي هو عايز يقدمه لك. دايما انت بتستكشف حاجات مع نولان. في مخرجين عندهم مشكله ان هم واقعين في غرام نفسهم، واقعين في غرام الاخراج، واحط الكاميرا ازاي والعب ازاي والكلام ده كله. كان عمرو سلامه كان عامل زي ماستر كلاس كده على اليوتيوب في تشانل اسمها الافلامجيه، ودي عظيمه يعني. انا الماستر كلاس ده كله شفته اكتر من مره. يعني كان بيتكلم ان انت كمخرج لازم تبقى خاضع للقصه، تبقى خدام القصه اللي انت بتحكيها. ما ينفعش تقع في غرام حاجه تانية، ما ينفعش تقع في غرام الكاميرا والكادر وتحط. وحتى كان عنده دايما مصطلح كده بيقول لك انت كل المخرجين عايزين يحطوا كاميرا من جوه الثلاجه. دورك انك تخدم السيناريو فقط، السيناريو مش بيخدمك كمخرج، انت اللي مخرج بتخدم الحكي عشان تتواصل مع الناس. انا ليه حاطط الكاميرا جوه الثلاجه؟ ليه قعدتهم 3 ساعات يقطعوا الثلاجه من ورا ويفكوها عشان احط الكاميرا من ورا، فلما الراجل يفتح الثلاجه نبقى من ورا الاكل؟ ليه؟ في مخرجين زي ما قلنا بيقعوا في غرام الحاجات دي، التكنيكاليتيز دي. نولان بيقع في غرام الفكره، عنصر الابهار. عشان كده انا بقول لك هو رائع في الحته دي، عظيم في الحته دي. في سيكونسز لنولان في افلام انا ما اظنش ان في حد شافها قبل كده، بحاجات فيجوالز غريبه سواء احنا في الفضاء ولا في حلم ولا. مساء الخير.